الراجل الجميل اللي واقف جنب لويس انريكي دوت وحاضن جواو نيفيز اسمه لويس كامبوس، ده المدير الرياضي لنادي باريس، وهو ده السبب الرئيسي لفوز باريس بالتشامبيونز ليج. لويس كامبوس كان في بداياته كان مدير فني وهو عنده 27 سنه، مسك 3 فرق في البرتغال وهبط بيهم كلهم، لدرجه ان هو بقى ماده مضحكه لجمهور البرتغال، لان كل ما بيمسك نادي بيهبط بيه. طبعا قرر كامبوس ان هو يسيب التدريب ويتجه لعمل شركه اسمها تريننج تو بلاي، ودي شركه بتوفر معدات للمدربين، معدات على اعلى مستوى لها علاقه بالتكتيك. حتى ساعتها قدر يبتكر لوحه تدريبيه وسلمها لصديق عمره مورينهو. والجميل في كامبوس انه قدر يطور نفسه في تحليل الاداء وفي المدير الرياضي، وده غير ان هو عنده موهبه فذه في اكتشاف المواهب، وده اللي خلى مورينهو انه ياخده معاه في الجهاز الفني لريال مدريد في 2010. وقدر كامبوس انه يبهر العاملين هناك بتفاصيل شغله. والمعروف عن لويس كامبوس ان هو ملوش بيت، يعني ملوش مكان دايم، وده دليل على ان هو كل شويه بيسافر من بلد لبلد ويقعد في فندق لفندق علشان يكتشف المواهب في كل دوله. ولويس كامبوس ما كانش بيهمه موهبه اللاعب قد كان ما بيهمه سلوكه، يعني بيراقب سلوك اللاعب قبل التسخين، اثناء المباراه، قاعد احتياطي، بيلعب اساسي في حياته اليوميه، فكان بيهتم بالتفاصيل، التفاصيل حرفيا. بعد كده كامبوس في 2013 راح على موناكو وعمل فريق جبار. ساعتها كان ابرز اللعيبه اللي اكتشفها في الوقت ده مع موناكو خيمس رودريجيز، راديميل فالكاو، كيليان امبابي، برناردو سيلفا، فابينيو، مارسيال، باكايوكو. كل لاعب انا ذكرتهم دول جم لموناكو ب 8 ل 12 مليون من كل لاعب، وكل لاعب فجاه اتباع ب 50 ل 60 ل 70 مليون يورو. يعني هو مش اكتشف مواهب بس، لا ده عمل كمان نجاح اقتصادي مبهر للنادي. كانت النتيجه ان موناكو وقف هيمنه باريس وفاز بالدوري الفرنسي في 2017 ووصل لنص نهائي تشامبيونز ليج. وبعد كده لويس كامبوس ساب موناكو في 2017 وراح لنادي ليل ومسك كمدير رياضي. وتخيل المواهب اللي جابها لنادي ليل، وجابها بكام وباعها بكام. نيكولاس بيبي جابه ب 9 مليون وباعه ب 80 مليون، وتاني موهبه جاب فيكتور اوزيمين ب 22 مليون وباعه 70 مليون، وبعديه رافائيل لياو وانور الغازي. كانت النتيجه ان ليل وقف هيمنه باريس برضه وكسب الدوري في 2021. فبعد كده حصلت خناقه كبيره جدا ما بين فيورنتينو باريس وناصر الخليفي ريال مدريد وباريس، ان هم عاوزين خدمات كامبوس، ولكن ناصر الخليفي باريس سان جيرمان قدرت تاخد لويس كامبوس مدير رياضي من ريال مدريد. وشوف النتيجه باريس عملت ايه مع لويس كامبوس وكم المواهب اللي جت من لويس كامبوس لباريس: فيتينيا، نونو مينديز، خواو نيفيز، فابيان رويز، باتشو، بدوي. والاول مره ناصر الخليفي ما يتدخلش في الفنيات وساب لويس كامبو يشتغل بالتوازي مع لويس انريكي، ويقدروا يعملوا لنا الجيل العظيم ده اللي فاز بالثلاثيه اللي اول مره في تاريخ النادي، والفضل كله يرجع للويس كامبوس.